هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 27 من يناير. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، وفيها يقدم الزميل أحمد شريف الجزء الرابع والأخير من الرصد البانورامي لأحداث 2020 بقلم المهندس عبد الله الشريف والدشريف. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في إثيوبيا تزور معسكرات اللاجئين الإريتريين في تيغراي. ازدياد حدة التوتر في الحدود بين إثيوبيا والسودان. تزايد المخاوف من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد في أوروبا. كانت مستمعات الكريمات مستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. ذكرت وسائل الإعلام الإثيوبية بأن السيدة آن أنكونتر ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في إثيوبيا قامت بزيارة إلى معسكري عد حروش وماي عينين مخصصين للاجئين الإريتريين في تيغراي. وصحبها في الزيارة القصيرة رئيس المفوضية الإثيوبية لشؤون اللاجئين السيد تسفاهون جوبزاي تنسي وعدد من المسؤولين الآخرين. وقالت وسائل الإعلام الإثيوبية بأن الزيارة أعطت اللاجئين الأمل في تحسن أوضاعهم بعد الحرب التي شهدها الإقليم. ولكن التقارير من هناك تشير إلى أن أوضاع اللاجئين الإريتريين في تيغراي تسيء يوما بعد آخر مع تواجد القوات الإريترية في الإقليم ومع تردي الأوضاع الأمنية هناك. وكان العشرات من اللاجئين الإريتريين قد هربوا من المعسكرات إلى كل من غوندر وأديس أبابا، ولكن السلطات الإثيوبية طاردتهم وحملتهم في شاحنات عسكرية وأجبرتهم على العودة إلى المعسكرات. قال وزير الدفاع السوداني بأن جيش بلاده تعرض لقصف داخل أراضيه في الوقت الذي نقلت فيه قناة الجزيرة تأكيدات من مكتب الاتصال التابع لإقليم أمهرة بأنه ليس هناك مواجهات وأن الإقليم سوف يلجأ للوسائل السلمية لحل المشاكل مع السودان. في نفس الأثناء الذي أكدت فيه مصادر من مدينة القضارف بأن طائرات تابعة لسلاح الجو السوداني شهدت عدة مرات وهي تنقل جرحى إلى المستشفى العسكري في المدينة. من ناحية أخرى، وصل إلى الخرطوم السفير أندرو يونغ نائب القيادة العسكرية الأمريكية المركزية لأفريقيا في زيارة تستغرق عدة أيام. وكان في استقباله بقاعدة الخرطوم الجوية الفريق ركن عصام محمد حسن كرار قائد القوات البرية، إلى جانب اللواء الركن عبد السلام عبد الحميد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع. وتبحث الزيارة حسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين السودان والولايات المتحدة في مختلف المجالات. من ناحية أخرى، وصل وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين في المجالين الأمني والاقتصادي. تخشى السلطات الصحية في كل من فرنسا وهولندا ودول أخرى من انتشار واسع للنوع الجديد من فيروس كورونا، والذي بدأت أولى حالات الإصابة به في بريطانيا، وسط تأكيدات ونفي لمسؤولين صحيين بأن جرعات التطعيم يمكن أن توفر المناعة ضد الفيروس المحور. أيضا ففي فرنسا يتوقع أن تفرض حالة حظر ثالثة مع زيادة تفشي المرض. وفي حال الإعلان عن الحظر فإن فرنسا سوف تلحق بكل من النمسا وبريطانيا والبرتغال في الحظر الشامل. وتشهد فرنسا حاليا فرض حظر التجول من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا، ولكن بعض المسؤولين يؤكدون بأن ذلك ليس كافيا للحد من انتشار المرض. بهذا الخبر مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا.
ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا تزور معسكرات اللاجئين الإريتريين في تيغراي، ازدياد حدة التوتر في الحدود بين إثيوبيا والسودان، تزايد المخاوف من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد في أوروبا. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم إلى الحلقة الجديدة في برنامج متابعات. في هذه الحلقة الرابعة الأخيرة نقدم لكم رصد أهم الأحداث الثقافية السياسية والإعلامية التي شهدتها إريتريا في الحول الفائت 2020 كما رصدها الأستاذ عبد الله الشريف ود الشريف، فأهلا بكم. هذه إذاعة إرينا. دكتور حسن سلمان كتب ود الشريف: الثورة فعل شعبي تراكمي يتصف بالتمدد التدريجي والثقة المتزايدة في الأمل في التغيير مع الاستعداد التام لدفع ضريبة التغيير، والذين يتصورون بأن الثورة يشترط لها الإعداد الكامل والشامل وحساب الربح والخسارة بالمنظور التجاري وضمان النجاح دون مغامرة، ليس بمقدورهم قيادة الثورة والتصدر لها. الدكتور حسن سلمان. حركة تحرير إريتريا كانت في البداية تراهن أن تعتمد على انقلاب داخلي يقوم به جهاز البوليس الإريتري، وهي رؤية في تقديري، يقول الدكتور محمد خير عمر، كانت غير موضوعية. ويضيف قائلا: لو كان المناضل محمد سعيد ناود وبما كان لديه من كم ثقافي ومعرفي في ذلك الوقت، سيما خبرة في العمل السياسي النضالي من منطقة المنخفضات، لاختلف الأمر ولاختلفت مساهمات وتأثير الرجل والدور الذي كان من الممكن أن يلعبه في الثورة الإريترية حينها. ذلك ما قاله الدكتور محمد خير عمر لقناة الرسات الفضائية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في عنوان فرعي، الكاتب والشاعر مصطفى محمد طه كتب ود الشريف يقول: تجاهل خطاب الكراهية لا يؤدي بالضرورة إلى تحجيمه، كما أن خطاب الكراهية المضاد ليس هو الحل بطبيعة الحال، وإنما يكافح خطاب الكراهية بتضافر حقيقي لجهود التوعية المركزة على قاعدة المحرضة الجماهيرية واستهدافها بخطاب توعوي مبسط بلغة سهلة احتوائية وليست إقصائية. من ناحية أخرى، يجب السعي إلى تقنين وتفعيل القوانين الرادعة عبر المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية والتبليغ عن المواقع التي تبث هكذا خطابات عبر آليات التبليغ التي توفرها منصات التطبيقات الإلكترونية وعبر القنوات القانونية حال وجود المحرض في دولة تخضع لسيادة القانون. الناظر إلى الساحة الإريترية والسودانية والإثيوبية يجد أن خطاب الكراهية يمارس بأشكال متعددة، منها المنهجي ومنها العفوي الساذج. هذه إذاعة إرينا. لازلتم سيداتي سادتي مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات رصد الأستاذ عبد الله ود الشريف. أخيرا يختتم الباشمهندس رصده بتقديم قراءته المستقبلية للمشهد السياسي فيقول: لم أرى إسياس أفورقي نشطا سياسيا في ال3 عقود من حكمه المستبد بالمستوى والتعقيد الذي كان فيه العام الفائت 2020. ليس هذا فحسب، بل أصبح الرجل على المستوى الإقليمي رقما صعبا تجاوزه، فلا يمكن قراءة الأحداث الإقليمية التي كانت وما تزال ساخنة العام الفائت منفصلة عن الرجل وعن أصابعه، بالرغم من أنه وفي أبريل الماضي خرج إلى الناس في مشهد أقل ما يقال عنه إنه كان مشهدا بائسا جدا، مشهد لا يمكن قراءته إلا في سياق مشهد نهايات الأشياء
إلى الدرجة التي جعلت الكثيرين من الخبراء والمحللين السياسيين يتحدثون عن سيناريوهات المستقبل ورجاله، وعن المخارج السياسية الآمنة للبلاد، وعن المرحلة الجديدة. ولكن كالعادة جميع التصورات سيما الخيال السياسي لم يذهب أبعد مما كان يذهب إليه دائما، ولم تستمر أحلام وتمنيات هؤلاء وأولئك طويلة، وكذلك مشهد النهايات. ففي فترة وجيزة لم تتعدى بضعة أسابيع رأينا رجلا في صورة مخالفة لما شهدناه به في أبريل. رأينا السياسة أشد قوة وأكثر نفرا، ويعيش هذه الأيام أكبر انتصاراته على جميع المستويات داخليا وخارجيا. ولم يحظى الرجل في حياته السياسية والنضالية كلها مثل هكذا تأييد وقبول حتى من معارضيه، في ظاهرة لم تكن مسبوقة من قبل إلا في أيام الاستفتاء وما بعدها بقليل، وهي مسألة تثير الكثير من التساؤلات. يأتي في مقدمتها: ما هو الشيء الذي جعل من إسياس أن يكون الثابت الوحيد في المعادلة السياسية الإريترية لما يقارب 6 عقود من أدوبحة، مرورا بالقيادة العامة وأعضائها، ثم البيان الشهير وتداعياته وميلاد تنظيم الجبهة الشعبية في أواخر السبعينيات، وصولا إلى الحرب الأخيرة بين أديس أبابا ومقلة، في ظاهرة هي في حقيقتها مخالفة لطبيعة الأشياء، لأن الأشياء بطبيعتها متغيرة. هذه إذاعة إرنا. لفهم ودراسة هذه الظاهرة الغريبة سأعود إلى الوراء قليلا كما يقول ود الشريف، لنقف في بعض المحطات التي كانت مفصلية في العقدين الماضيين، أي بالتحديد ما بين 2000 و2020. في البداية نؤكد أنه في 20 عام الماضية وقعت أحداث سياسية كبيرة وعظيمة، وفي وقت مبكر جدا من عمر الدولة الوطنية. لو حدثت في أي بلد آخر بالتأكيد كانت ستحدث تغييرا على جميع المستويات، سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا واجتماعيا، خاصة أنه لم يكن حينها وجود عميق ومؤصل لما يسمى بالدولة العميقة. لكن للأسف الشديد لم يتغير شيء، ما زال الرجل يحكم، وقد وصل بحكمه واستبداده إلى مستوى لم يسبقه فيه أحد. وهذا ما سنحاول دراسته وتحليله على طريقة الكاتب الأستاذ الصحفي الدبلوماسي فتحي عثمان، بطرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها بموضوعية وحيادية. حراك الصحفيين والصحافة الحرة الذي بدأ مع نهايات التسعينيات وبدايات الألفية الثالثة في عهد الدولة الوطنية، لولا وجود الصحافة الحرة وتأثيرها القوي على الشارع في تلك الفترة، يقول الصحفي الأستاذ يوسف بوليسي، لما سمعنا بحراك مجموعة ال15، حيث كان للصحافة الحرة دورا كبيرا في إظهار قضيتهم للشارع العام، وكذلك في تسليط الضوء على مسألة الحريات والديمقراطية المفقودة، والعكس بالعكس. يوسف بوليسي في لقائه مع قناة الحوار الفضائية يعقب ود الشريف يقول ما قاله عمنا يوسف الصديق صحيح، هو بدرجة كبيرة جدا ما كنا لنسمع بهم ولا بحكاياتهم، كما كان هو الحال في عهد الثورة، وكما حدث مع اعتقالات علماء الدين ومعلمي المدارس العربية في البدايات. وصحيح من كون أن هناك كان شيئا من التزامن والتواصل بين الحراكيين حيث تقاطع الأهداف والمصالح. حراك الصحفيين النبيل من أجل المزيد من الحريات، والذي كان نتاج طبيعي لما كانت تحمل تلك الفترة من أحلام وتطلعات كبيرة من جهة، ومن جانب آخر حراك مجموعة ال15 التي كانت تنادي بدولة المؤسسات ودولة القانون بخجل شديد، وذلك بعد الحرب غير الضرورية ونتائجها الكارثية الذي كان مسؤولا عنها الدكتاتور بالدرجة الأولى، والتي عطلت بدورها المسار الديمقراطي في البلاد، وهذه تعد من أكبر جرائم إسياس الكثيرة في عهد الدولة. وفي رأيه أي رأي الكاتب الباشمهندس عبد الله الشريف، كانت تلك بداية لثورة شعبية، أو كان بإمكانها أن تكون وتطيح بالدكتاتور إلى الأبد، لولا أنها كانت ثورة شديدة الخجل
والعاطفة أكثر منها ثورة عملية، خاصة من جانب مجموعة 15 لعلة في نفوس الجماعة، فضلا عن أن إسياس كعهده كان متربصا ومهيئا، بل يبدو أنه كان ينتظر الفرصة للقضاء على أي محاولة مهما كانت، طالما هي لا تتماشى مع المخطط الذي رسمه، وهو أسلوب لم يبدأه في عهد الدولة كما يعتقد البعض، بل هو امتداد لمخطط وسلسلة طويلة من ممارسة سياسية، أي ممارسة سياسة القمع والتخلص من الخصوم سريعا. الرجل صاحب مشروع، وقد يكون مشروعه هذا غير وطني، لكن تلك مسألة أخرى من كونها تحتاج إلى بحث وتدقيق، لكن الحقيقة أن للرجل مشروع ومتمسك به بشدة، ويمكن أن يفعل أي شيء وكل شيء لحماية مشروعه الخاص. إشكالية القوى السياسية جميعها، يقول القديمة والحديثة منها، أنها تتعامل مع إسياس بعيدا عن هذه الحقيقة الواضحة، تتعامل وكأن الأمر هو مجرد اختلاف في السياسة أو خلاف في وجهات النظر، وهذا خطأ سياسي كبير إن لم يكن غباء سياسيا من الدرجة الأولى. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ثانيا، مؤتمر أواسا 2011 الذي يعتبره البعض أنه أكبر إنجاز سياسي حققته قوى التغيير، أي القوى المناهضة للنظام، والذي جاء بعد مسيرة طويلة من النضال، بدءا بالتجمع وما قبله من محاولات لتوحيد الصفوف، ثم التحالف الديمقراطي، وصولا إلى مؤتمر أواسا الذي شارك فيه العديد إن لم يكن كل التنظيمات السياسية والمنظمات الأهلية، ونتج عنه ما سمي بعد ذلك بالمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، الذي ولد وهو يحمل ذات الأسلوب والتعاطي مع الشأن العام الإريتري من الثورة إلى الدولة. لم يغير في طريقة التفكير والتعامل وحتى الآليات التي تتناسب مع المرحلة ومتطلباتها للأسف الشديد، وبقدر ما كان المؤتمر كبيرا بقدر ما كانت أخطاؤه وعيوبه معقدة. قد تختلف معي عزيزي المستمع كما يقول ود الشريف، وهذا حقك، لكن دعني أقول لك بكل احترام، مثل هكذا مؤتمر مصيري جاء بعد فترة طويلة من الخبرة والممارسة السياسية والنضالية، والكثير من الأخطاء التي تسببت في تأخير عملية التغيير كان من باب الجدية أن تسبقه دراسات عميقة للمجتمع والناس واختلافاتهم وتبايناتهم الثقافية والعقدية، ونظرتهم وفهمهم لهذا التباين ولبعضهم البعض، وكذلك للوطن، لأنه يبدو أننا لا نعرف بعضنا البعض بالقدر الكافي والمطلوب. أيضا كان يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع فيه قدر كبير من الشفافية والمكاشفة حول كل هذه القضايا، بما في ذلك مسألة الوطن والمواطن، بمعنى لمن هذا الوطن؟ نعم، لمن هي إريتريا؟ أنا أزعم كما يقول عبد الله إنه لم يتم الحديث عن هذه المسألة على الإطلاق منذ البدايات الأولى في الأربعينيات وحتى اللحظة بقناعة وبشتى من الصراحة الكاملة والوضوح التام. قد يرى البعض أننا تجاوزنا هذا السؤال ببطولاتنا ونضالاتنا وتضحياتنا، آخرون يقولون تجاوزناه من قبل في بيت قرقيس. أقول ربما يبدو الأمر كذلك، لكن الواقع والتجربة تقول وتؤكد العكس تماما، وإلا ما كنا عدنا مؤخرا إلى مربع الأربعينيات من جديد في كل تفاصيلنا السياسية نظاما ومقاومة. خطأ سياسي آخر وهي عملية الفرز التي كانت غائبة تماما من مؤتمر أواسا، كما كان الحال في أدوبحة، بمعايير وطنية طبعا على الأقل لخلق حالة من الانسجام يستطيع المجلس من خلاله أن يحقق أهدافه دون تعطيل ودون معطلين، فضلا عن أن أواسا لم تفصل بين التنظيمات السياسية وعملها الذي هو سياسي بالدرجة الأولى والمنظمات الأهلية وعملها المعروف غير السياسي. أخطاء أواسا هي كثيرة ومعقدة جدا، وأن المجلس ورث عيوب قوى التغيير بالكامل، وهذه ليست محاولة للانتقاص منه بقدر ما هو اجتهاد وقراءة، فالذي تحقق فيما يقارب العقد لا يرقى إلى مستوى التحدي ولا إلى مستوى
أي المستوى المطلوب، ويبدو أن المجلس ليس لديه ما يقدمه أكثر مما قدم. ثالثا، عملية فورتو 2013. لا أستطيع أن أقول رأيا في هذا العمل البطولي العظيم، يقول ود الشريف، لأنه ببساطة هناك دماء وشهداء يجب احترامها، لكن أستطيع أن أقول عملية فورتو تعتبر ثاني أكبر عمل بطولي في تاريخ إريتريا ونضالاتها بعد عملية تحرير السجناء من سنبل وعدخالة في سبعينيات القرن الماضي. ولو نجحت فورتو كما نجحت الأولى لأحدثت تغييرا كبيرا في مستقبل البلاد، كما حدث مع الأولى في عهد الثورة. أقول أيضا فورتو وإن كانت محاولة لم توفق، لكنها سوف تذكر في التاريخ كما ذكرت نضالات وبطولات شعبنا من أجل الحرية والحياة الكريمة. أكتفي بهذا القدر وأقول رحم الله شهداء فورتو وجميع شهداء الثورة الإريترية. رابعا، المنتدى الوطني للحوار مدرخ، جماعة أعلنت عن نفسها في بدايات 2014، وفي تقديري كانت نتاج لعملية فورتو 1 التي لم تكتمل كما خطط لها، لكنها كانت رسالة واضحة تقول إنه بالإمكان أن تكون هناك فورتو 2 3 أو حتى الرابعة، وأي جماعة طموحة كان لابد أن تقرأ الحدث في هذا السياق وتستعد لأي مفاجآت من نوع فورتو في أي وقت. ولكن أعتقد أن جماعة المدرخ أدركت ذلك. لا تنسى أنها جماعة كانت في الحكم ولها اتصالات على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك الدولي، وبعيدا عن التفاصيل وعن خلفيات الجماعة السياسية المعروفة للجميع، يمكن القول وبلا شك إن المدرخة كانت إضافة حقيقية لغوة التغيير، وكانت أيضا أكثر الجماعات في المشهد السياسي الإريتري تحركا وإثارة للجدل لما يقارب 4 أعوام على الأقل. فيما يخص الجدل لم تكن واضحة وشفافة بالقدر الكافي، خاصة وأنها خرجت من جلباب تجربة سجلها في مسألة الشفافية والوضوح ليس بذلك المستوى، فضلا عن أنها كانت تقدم نفسها دائما كجماعة غير سياسية، في حين أن كل تصرفاتها كانت تدل على أنها جماعة سياسية طموحة. هذه الأمور وغيرها طرحت العديد من التساؤلات حول جماعة المدرخ إن لم يكن الشكوك. وبعيدا عن هذا وذاك، أقول على رأي ود الشريف إن الساحة السياسية الإريترية مفتوحة هي، وتحتمل كل التيارات والاتجاهات السياسية المناهضة للنظام طالما التزمت بالخط الوطني، وأن جماعة المنتدى المدرخ في الحقيقة حركت ما كان ساكنا في المشهد بأسلوب مختلف جعلها تتصدر الصفوف لتعقد الكثير من ورش العمل والمنتديات، وكذلك المؤتمرات مثل فرانكفورت ونيروبي الشهيرين، ولاقت قبولا واسعا من الجماهير مع قليل من التحفظ هنا وهناك. لكن للأسف الشديد بدأ صوتها وتأثيرها على الشارع يختفي مؤخرا يوما بعد يوم كعادة كل قوى التغيير، ليختفي تماما باختفاء إذاعة صوت المنتدى في المشهد. وكذلك الأستاذ المناضل السيد محي الدين شنقب الذي قال في تصريح سابق له: هذا العام هو آخر أعوام السياسة ونظامه في الحكم. كان ذلك 2016-2017. لكن كما يقول ود الشريف يبدو أن قراءة السيد شنقب لم تكن دقيقة، بل لم تكن أكثر من تمنيات. هذه إذاعة إرنا. خامسا، فعاليات جنيف 1 2 3 4. تعتبر جنيف جميعها أكثر الفعاليات تطورا وتأثيرا على المستوى الجماهيري في كل المشهد السياسي الإريتري الذي يسعى إلى التغيير، وصوت شعبي رافض بقوة للنظام وسياساته جملة وتفصيلا، والضمير الحي له. جنيف 1 2015 كانت البداية، وكانت الصفعة الأولى الموجعة للنظام من الجماهير الإريترية التي رفضت العصابة الحاكمة في البلاد رفضا قاطعا، بل طالبت بمحاكمتهم كمجرمي حرب، وفي مقدمتهم الدكتاتور إسياس.
وكانت هذه خطوة نوعية ومتطورة في العمل الجماهيري المقاوم، سيما في ملف الرجل، من كون أن إسياس لم يعد بتلك الخطوة مجرد ديكتاتور أو حاكم فاسد، بل أصبح مجرم مطلوب للعدالة الدولية. أما جنيف 4 2018 والتي جاءت بعد مشروع السلام الناقص لم تكن مجرد وقفة واحتجاج سنوي وامتداد لجنيف 2-3، بل كانت استفتاء شعبيا يرفض بشكل واضح وصريح وقاطع إسياس أفورقي وكل ما يمثله من سياسات واتفاقات. لكن للأسف الشديد لم تستثمر هذه الفعاليات من قوى التغيير كالعادة، لأنها ببساطة لا تعرف كيف تستثمر في محاولات ومبادرات الآخرين، فتحول كل ذلك الزخم الكبير إلى فعل وتأثير الليلة الواحدة للأسف الشديد. سادسا، انتفاضة مدرسة الضياء والشيخ موسى محمد نور رحمه الله، الذي لم يفاجئ قوى التغيير بانتفاضته الشعبية في الداخل في ظاهرة غير مسبوقة فحسب، بل فاجأ النظام وأربكه إرباكا شديدا وجعله يتخبط في تصرفاته وردود أفعاله. وكذلك كانت حركة كفاية المبادرة التي لاقت قبولا جماهيريا واسعا رغم الغموض الذي ما زال يحوم حولها، ومجموعة الوفاق للدراسات سنيت التي بدأت كجماعة أهلية أكاديمية، الأول من نوعها من كون أن المشهد السياسي يفتقد إلى طرف ثالث أكاديمي يقوم بعملية رقابة وضغط، لكن تحولت سنيت مؤخرا إلى جماعة سياسية. وفي رأيي هذا تراجع، وغيرها من التنظيمات السياسية الكثيرة والجماعات والأفراد الذين يعملون ليل نهار في نشر الوعي الثوري بكل الوسائل لأكثر من 20 عاما. وللأسف الشديد كل هذه المحاولات وكل هذا الفعل المقاوم لم يغير من المعادلة السياسية الإريترية ومن ثباتها. السبب في رأيي كما يقول ود الشريف أن جميعها دون استثناء تبدأ من حيث بدأ الأول، فتكرر المكرر بكل عيوبه وأخطائه. نعم، تكرر المكرر لتنتهي إلى ذات النتيجة، وهكذا دواليك، وتبقى المعادلة السياسية هي، ويبقى إسياس هو الثابت والحاكم بأمره. في سؤال أخير، إلى أين المصير إذن؟ يقول ود الشريف: إريتريا كدولة وشعب أزمتها في تقديري أكبر وأعقد من إسياس وجنونه بكثير. فالرجل مهما كان وبكل تعقيداته هذه سيظل أزمة مؤقتة، لكن طالما نحن هكذا كل منا في واد يعمل بمفرده، الحكومة في أسمرة تعمل في مكان بعيد عن الناس وعن آلامهم، وقوى التغيير بشقيها المختلف ثقافيا وعقديا في مكانين مختلفين، كل منهما يعمل عملا عظيما وتلك الحقيقة، لكنه في غياب الآخر، أو يعمل وكأن الآخر غير موجود، وبالنتيجة يكون العمل دائما مهما كان وطنيا ناقصا بالكامل، لا يغير من الأمر في شيء. وطالما نحن مستمرون هكذا سوف تستمر الأزمة وتزداد تعقيدا مع الوقت، وتضعف إريتريا أكثر مما هي ضعيفة عليه الآن، ويتهدد وجودها كدولة أكثر مما هو مهدد في الأصل. اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أكون هذه المرة أكثر وضوحا وأكثر شجاعة. أنا لا أرى مستقبلا لإريتريا في هكذا أجواء شديدة الضعف على جميع المستويات، وتزداد كل يوم ضعف وانقسام في كل شيء، ولا أرى مستقبلا لإريتريا في هذه الحالة المؤكدة بعيدا عن أطماع إثيوبيا، كما أرى سيناريو خيارات الخمسينيات، ذلكم ليس ببعيد عن أسمرة للأسف الشديد. قد أكون مخطئا وأتمنى ذلك، لكن أعود فأقول: إثيوبيا كانت وستظل هي الخطر الحقيقي الدائم الذي يتهدد وجود إريتريا كدولة ذات سيادة، فهي إن لم تحصل على الذي خاضت من أجله كل حروبها من إسياس بصورة أو بأخرى، هذه المرة ستأخذه بالقوة في يوم من الأيام. فإذا كان إسياس يريد الخير للبلاد وأهلها، فليكن التفاوض مع أديس أبابا والوصول إلى اتفاقات استراتيجية ترعى مصالح وحاجة البلدين. لا يهم كثيرا من يعطي ومن يأخذ، في رأيي فقط أن يكون الاتفاق بإشراف ومراقبة دولية ويكون ملزما لجميع الأطراف كما حدث في الاستفتاء. وفي تقديري سيكون هذا هو حل المناسب وشر أخف،
وسيجنب البلاد الكثير من الخسائر، وهو ما أكدته التجربة والتاريخ. وإلا مع الضعف والتفكك الداخلي الذي نحن عليه سائرون، فضلا عن استعادة إريتريا مرة أخرى إلى حضن الأم العجوز، لا تحتاج إلى أسباب ومبررات عند الإثيوبيين، وهي فكرة دائما تجد ترحيبا وقبولا شعبيا واسعا عندهم، وأيضا هي ليست غائبة عن عقول وأذهان صناع القرار في إثيوبيا الكبرى، من كونها لا تعد من أعمال الترف السياسي بالنسبة لهم بقدر ما هي عمل استراتيجي ضروري تراه إثيوبيا يتناسب مع حجمها وتاريخها وتأثيرها الإقليمي والدولي، وهي في النهاية مسألة محكومة بمنطق القوة والضعف. وما حدث في إقليم تيغراي ليس ببعيد من أسمر، وكل عام وأنتم بخير وحب وصحة. ود الشريف. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كنتم سيداتي سادتي مع الحلقة الرابعة الأخيرة في رصد الأستاذ عبد الله ود الشريف للعام 2020، قدمناها لكم في برنامج متابعات. الشكر الجزيل للباشمهندس عبد الله الشريف، وشكرا لكم مستمعين الأعزاء على الاستماع الشهيد. تحياتي لكم في التقديم أحمد شريف، مقرونة بتحايا الزميلين فتحي عثمان بنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. قبل الختام، مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف، وأتقبل كذلك تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتحياتي زملائي في الاستديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.